في 16 نوفمبر 2023 في قرية مصارة في محافظة أسيوط. الجيران سمعوا صراخ آمال المدرسة اللي عندها 5 عيال، واخدة عيل من عيالها ونازلة بيه بسرعة على السلم وعمالة تصرخ. فالجيران طبعا صحيوا من النوم لأن الكلام ده كان بالليل في وقت متأخر على صراخ آمال، وبصوا لابنها لقوا ابنها مصاب جامد. فبسرعة الجيران ساعدوها إن هي تشيل ابنها وطلعوا بيه على المستشفى علشان الدكاترة يقدروا إن هم يسعفوا ابنها ويلحقوه. بس في نفس الوقت الدكاترة في المستشفى اتصلوا بالشرطة لأن الإصابة بتاعت ابنها ما كانتش إصابة عادية، ده كان ابنها مطعون. وطبعا الشرطة جت للمستشفى وخدوا آمال وطلعوا بيها على بيتها علشان ما يبقاش ابنها هو المصاب الوحيد أو هو الشخص المطعون الوحيد. ونبدأ بقى قصتنا. وعشان نعرف بقى تفاصيل قضية النهاردة لازم نرجع لكام سنة ورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرجع لكام سنة ورا، لما أمال وهي بتشتغل في مدرسة مدرسة اتعرفت على واحد زميلها في المدرسة كان مدرس زيها وحبوا بعض جدا. فراح يسري اتقدم لأمال واتخطبوا فترة خطوبة وبعد كده اتجوزوا. وكانت الشقة اللي متجوزين فيها كانت شقة بسيطة جدا، كانت عبارة عن أوضتين بس. هم عشان كانوا بيحبوا بعض كانوا متفاهمين جدا وعايشين كويس جدا مع بعض ومبسوطين بعيشتهم. وخلال فترة جوازهم دي خلفوا 5 أولاد. وكانوا أهل القرية كلهم عارفين بحب آمال ويسري لبعض وعارفين إن هم متفاهمين وعايشين حياة كويسة، يعني لأنهم متفاهمين ومفيش بينهم أي مشاكل بتحصل. بس أمل بقى بعد ما خلفت 5 أولاد بدأت تحس إن الشقة بقت صغيرة عليهم، لأن الشقة عبارة عن غرفتين بس وهم دلوقتي عددهم بقى كبير، فكانت محتاجة شقة أكبر وأوسع. فبدأت تقترح على جوزها يعني إن هم محوشين فلوس مع بعض، فإيه رأيك إن إحنا نشتري قطعة أرض وبعد كده نبقى نبنيها واحدة واحدة مع بعض، كل ما نجمع فلوس نبقى نبني في الأرض اللي إحنا هنشتريها دي وهو يبقى بيتنا إحنا وولادنا. فبدأ يسري بقى يعترض على فكرة آمال نهائي ويقول لها لأ. وكان اعتراض يسري ليه؟ لأن يسري زي ناس كتير من أهل قريته كانوا بيؤمنوا جدا بالحسد، وإن الحسد ده ممكن يدمر بيته كله، وهو كان خايف على السعادة اللي هو عايشها هو ومراته مع عياله. فقال لها يسري جوزها مستحيل إن إحنا نشتري قطعة أرض والناس تعرف إن إحنا معانا فلوس واشترينا قطعة أرض وبنبني فيها ونتحسد، لأ مش هينفع نعمل حاجة زي دي. وكان معترض خالص يسري على إن هو يشتري قطعة أرض. بس برضه فضلوا يحوشوا في فلوس، وأمال بقى من كتر زنها وإلحاحها على يسري جوزها إن هم محتاجين شقة أوسع وضروري عشانها وعشان ولادها، فبدأ يسري يقتنع بكلام مراته ويقول لها تمام ماشي. وشافوا بيت بالفعل وعجبهم وقالوا خلاص هو ده البيت اللي هيشتروه هيعيشوا فيه. بس لقوا إن الفلوس اللي محوشينها مش كفاية وناقصة. فأمال اقترحت على يسري جوزها إن هي تبيع كل ذهبها عشان يكملوا المبلغ اللي محتاجينه عشان يشتروا البيت اللي عجبهم ونفسهم فيه. وبالفعل باعت أمال كل الذهب اللي معاها واشتروا البيت ونقلوا البيت يسري وأمال وعيالهم. وأمال كانت مبسوطة جدا بنقلتها في البيت الجديد، وكانت كل شوية توضف فيه وتجهز فيه حاجة ودايما بتروقه، وكانت فرحانة بالبيت الجديد جدا. بس بعد بقى ما اتنقلوا البيت الجديد بفترة بسيطة جدا بدأت يحصل مشاكل وخلافات كتيرة بين يسري وبين آمال. بالرغم بقى من إن أنا قلت لكم في الأول إن يسري وآمال كانوا متفقين مع بعض جدا وما كانش بيحصل بينهم خلافات كبيرة كده، فبدأ بقى يحصل خلافات بينهم كتير بعد ما نقلوا في البيت الجديد. فبدأ يسري يقول لها شوفي أنا قلت لك ما نشتريش بيت جديد، أهو بدأنا نتخانق مع بعض كتير ويحصل بينا مشاكل، وده كله بسبب الحسد. بس طبعا الكلام ده آمال ما كانتش مقتنعة بيه نهائي، وبدأ بالفعل يزداد الخلافات بين آمال وبين يسري. وبدأت الخلافات دي كمان تؤدي إن هم يتخاصموا مع بعض لفترة طويلة، ودي حاجة عمرها ما حصلت بين الزوجين إن هم يزعلوا مع بعض ويتخاصموا مع بعض لفترة طويلة لمدة أيام مثلا، دي حاجة عمرها ما حصلت بينهم. وكمان بدأ يحصل بينهم خلافات كبيرة على أتفه الأسباب. وكمان يسري بقى بيسيب البيت ويمشي لمدة أيام بعد ما يتخانق مع مراته آمال، ودي حاجة عمرها ما حصلت وهم في بيتهم القديم البسيط اللي كان عبارة عن أوضتين بس. دي حاجة عمرها ما حصلت من يسري إن هو يسيب البيت ويمشي
لمدة أيام وبعدين يبقى يرجع، دي عمرها ما حصلت منه. فبدأت آمال هي كمان تزهق من كتر المشاكل دي وإن يسري بيسيب البيت ويمشي، وبدأت كمان تشتكي لأهلها ولعيلتها، وبدأ يسري كمان يشتكي من مراته آمال لعيلته، وبدأت آمال تحكي لأصحابها في المدرسة عن المشاكل اللي بتحصل ما بينهم، وبدأت تقول لصاحبتها إن يسري دايما بيقول لها إن سبب المشاكل دي هو الحسد. وأمال برضه تقول لصاحبتها إن هي مش مقتنعة بالكلام ده ومش مقتنعة إن الحسد هو سبب المشاكل ما بينهم. ويسري بقى وأمال يبدأوا يقعدوا مع بعض كده، ويسري يقول لأمال مراته إيه؟ يقول لها إن سبب كل اللي إحنا فيه ده الحسد، أو أكيد حد عمل لنا سحر عشان نتفرق عن بعض أو يبقى بينا مشاكل، فإحنا لازم نهدى كده لأن أنا بقيت بتعصب على أقل حاجة. وأمال بدأت تقول له كمان أيوة فعلا أنت كلامك صح، أنا كمان بقيت بتعصب وبتنرفز من أقل حاجة، فاحنا المفروض كده نقعد نشغل قرآن ونبخر في البيت عشان لو ده حسد يروح يعني. وبالفعل بدأوا يبخروا في البيت كتير ويشغلوا الرقية الشرعية كتير، بس برضو الخلافات ما بينهم كانت مستمرة. فبرضو أمال تحكي لصاحبتها اللي بتحكي لها على طول وتقول لها إن هم بيشغلوا رقية شرعية وبيعملوا كل حاجة، بس برضو في مشاكل كتير بيني وبين جوزي يسري، عشان صاحبتها دي تديلها كتاب لونه اسود من غير اي عنوان وتقول لها الكتاب ده بقى في الحل لكل مشاكلك، عشان لو حد عامل لك عمل او عامل لجوزك عمل او عامل لكم سحر اسود او حسدكوا حسد جامد، يعني لما انت تقري الكتاب ده كل مشاكلك هتتحل. بس علشان مفعول الكتاب ده يبقى صح يعني، فاللي انت تقريه في الكتاب ده او ان الكتاب اصلا معاكي وبتقري فيه، ما تقوليش الكلام ده لاي حد، لأن مفعول القراية اللي هتقريها هيروح، ومفعول إبطال السحر هيروح لو حد عرف إن أنت معاكي الكتاب وبتقري فيه. وبالفعل أمال تاخد الكتاب من صاحبتها وتبدأ تقرا فيه. وأمال بقى لما بدأت تقرا في الكتاب لقت الكتاب مليان بالطلاسم وبالرسوم الشيطانية وكلام كتير هي بتقراه وهي مش فاهمة معناه، بس فضلت برضه مستمرة في قراية الكتاب بالرغم من إن هي بقت عارفة ومتأكدة من جواها إن الكتاب ده أكيد كتاب من كتب السحر الأسود أو الحاجات اللي مش كويسة اللي تخليها تكفر بربنا، وقرايتها للكتاب ده غلط، لأن اللي يقرا حاجة زي دي يبقى كفر بالله. بس أمال برضه فضلت مصممة إن هي لازم تكمل قراية الكتاب ده، لأن صاحبتها قالت لها لو أنت قريت الكتاب ده وخلصتيه مشاكلك كلها هتتحل. فضلت مصرة إن هي تكمل قراية الكتاب، وهي بتقرا في الكتاب كده ومستمرة في قرايته ومشغولة بقراية الكتاب بدأت تحس إن سلوكها بدأ يتغير، وإن هي بقت عصبية أكتر من الأول وبتعمل مشاكل مع جوزها أكتر من الأول، بس برضه فضلت مستمرة في قراية الكتاب. وكمان بدأ يجيلها تخيلات إن هي بتقضي على حياة جوزها وبتقضي على حياة جوزها بإيديها، وعارفة إن كل التخيلات دي وكل التصرفات بتاعتها وإن سلوكها بيتغير من ناحية جوزها، وإن هي بدأت تحس من جواها إن معادتش حابة جوزها، وبقت عارفة ومتأكدة إن ده كله بسبب الكتاب، بس برضه فضلت مستمرة في قراية الكتاب. لحد ما جه في يوم يسر جوزها وقال لها انا بقيت حاسس ان انت سلوكك اتغير وما عدتيش حباني زي الاول، فصرحيني كده وقولي لي الحقيقه ايه اللي جواكي وليه التغير اللي جواكي ده. قالت له ده كله بسبب الكتاب اللي انا بقراه، لان انا حكيت المشاكل اللي بينا لصاحبتي وصاحبتي قالت لي خدي الكتاب ده، وورت لجوزها يسر الكتاب واقريه وانت ساعتها مشاكلك كلها هتتحل. فاول طبعا ما شاف الكتاب يسر جوزها وفتحه اتخض جدا واترعب وقال لها إن قراية الكتاب دي غلط، وقراية الكتاب دي يعتبر كفر بالله لأنه مليان بالطلاسم الشيطانية وبالرسوم الشيطانية، وما ينفعش انت تعملي حاجة زي دي، انت واحدة متعلمة يعني شغالة مدرسة، ما ينفعش اللي انت بتعمليه، وإن ممكن بسبب قرايتك في الكتاب ده تحضري روح شريرة في البيت من غير ما تعرفي ومن غير ما تحسي. فأمال وعدته إن هي مش هتكمل قراية في الكتاب وإن هي هتديه لصاحبتها بقى خالص وهتبعد عن الكلام ده وهيتحسن سلوكها أكيد بعد كده. بس آمال ما وفتش بوعدها مع جوزها واستمرت في قراية الكتاب من ورا جوزها يسري لحد ما خلصت قراية الكتاب بالكامل. وأول ما خلصت قراية الكتاب بقى حست من جواها إن هي عايزة تاخد سكينة وتعينها في أوضة نومها، وبالفعل عملت كده في اليوم ده، أخدت سكينة وشالتها في أوضة نومها في مكان محدش يشوفه ولا من ولادها
ولا من جوزها يسري. وبعد ما خبت السكينة في اليوم ده، واليوم ده كان 16 نوفمبر 2023، جوزها يسري جه بالليل متأخر للبيت، فاستقبلته أحسن استقبال على غير عادتها طبعا، لأنها بقالها فترة بتزعق دايما مع جوزها، ودايما بيشدوا مع بعض وبيحصل بينهم خلافات كبيرة. ففي اليوم ده بقى قعدت تتودد لجوزها أول ما جه من الشغل، وتعامله كويس وتكلمه بحنية وتقول له كلام كويس. ودي حاجة بالنسبة ليسري ما حصلتش من بدري من مراته يعني. فيسري كان مبسوط جدا بتصرف مراته ده، لأن مراته من بدري ما عملتوش كويس، ولا قالت له كلام حلو، ولا لقاها مبسوطة كده وبتضحك في وشه من بدري. فطبعا طلب منها إقامة علاقة زوجية، وأمال وافقت. بس بعد بقى ما حصل العلاقة الزوجية ما بينهم، آمال راحت على السكينة اللي هي مخبياها في أوضة النوم، وخدت السكينة وجوزها طبعا مش واخد باله دبحته. وخدت السكينة وراحت الأوضة التانية عشان تلاقي ابنها نايم، فبرضه تطعن ابنها. فأمال بعد ما طعنت ابنها بالسكينة كانت راحة لابنها التاني، بس قالت إن هي فاقت لنفسها يعني، وجت تبص على نفسها لقيت نفسها بدون هدوم خالص وبدون ملابس. فراحت بسرعة أوضة نومها عشان تلبس، عشان تلاقي جوزها مرمي في الأرض، فتحاول تنقذه وتسعفه، بس جوزها كان خلاص روحه طلعت يعني ومات. فبتقول إن هي لبست بسرعة وخدت ابنها المصاب اللي هي طعناه، ونزلت بسرعة على السلم، وقعدت تصرخ وهي نازلة بابنها. والجيران طبعا صحيوا على صوت صراخها، وبسرعة راحوا الأمال وشالوا معاها ابنها وطلعوا بيه على المستشفى. والدكاترة في المستشفى أسعفوا ابنها، بس الدكاترة عرفوا إن دي مش إصابة عادية وإن دي طعنة. فطبعا الدكاترة اللي عالجوه اتصلوا بالشرطة، والشرطة أول ما وصلت أمال قالت لهم مش ابنها الوحيد اللي هي طعناه، ده هي كمان دبحت جوزها وجوزها موجود في الشقة، علشان الشرطة تطلع معاها على شقتها. وفعلا أول ما يدخلوا الأوضة يلاقي يسري بدون ملابس نهائي، ومدبوح وميت على الأرض وغرقان في دمه. وبالتحقيق طبعا مع أمال قعدت تحكي حكاية الكتاب الأسود، وقالت إن الكتاب هو السبب في اللي هي عملته، وإن هي ما كانتش حاسة وهي بتعمل كده في جوزها ولا في ابنها، وإن الكتاب هو السبب في كل تصرفاتها. عشان الضابط اللي بيحقق معاها يبدأ يشك كده في إن هي أكيد مختلة عقليا أو عندها مرض نفسي أو حاجة، وبالكشف عليها طبعا يتأكدوا إن آمال بكامل قواها العقلية وما عندهاش أي مرض نفسي ولا مختلة عقليا ولا حاجة. وفي الآخر طبعا يتم الحكم على آمال بالإعدام. ويا ترى بقى انتوا رأيكم، هو فعلا الكتاب السبب في اللي آمال عملته، أو قرايتها الكتاب ده هو اللي خلاها تعمل كده من غير ما تحس ومن غير ما تشعر يعني، ولا كان في حاجة تانية بينها وبين جوزها يسري وهي مخبتها ومرضتش تقولها؟ طبعا مستنية رأيكم في قضية النهاردة في التعليقات، وما تنسوش طبعا اللايك والشير والاشتراك لقناة كلام موزون.